طيبة إن شاء الله. الله أكبر. أموركم ممتازة اللي شرحوها لنا في العمليات. الأمر كله تمام ما شاء الله. هذا الجهد اللي بذلتوه مشكورين تماما، وهذا جهد مش بسيط، لكن لابد من الاستمرار وبقوة. كل يوم لابد تاخذوا أمر جديدة، ما تصحوش. كل الجهد اللي بذلتوه والأهداف اللي حققتوها هذه إذا ما كانت متواصلة فطبعا يقبل العمل مش ملائم. ما يبغوش حد يتأخر. اللي يتأخر على حساب الجماعة كلهم، مش على حساب نفسه. كلكم المجموعات اللي عرفها أنا من بس أسمعكم تو على الجهاز مباشرة، لكن اللي يتأخر راهو مش كويس، لأن هذا بعطل الجميع. هو اللي يتأخر تو عن كلمة لازم يجي ونتفاهم وياه، لأن يا إما يكون قد وجوده صار فاعل، وإلا بعدين يقولوا له نحطه في مكان ثاني ما هوش مناسب. هذه المحاور هي عزة ليبيا كلها وعزة بنغازي بصفة خاصة. فلازم يعني تشوفوا هالجماهير وهالشعب رغم انه فاقد، كل واحد فاقد بيته، فاقد جاره، فاقد قريب له، الا انهم كلهم حاطين هذا كله وراهم في سبيل يعني دعمكم حتى معنويا. عليهم لا تخيبوا امالهم، لازم بكل قواكم يعني ليل نهار تقدم ولقاء الخصم اينما وجد. كل ما رايته ما فيه تهاون. عملية الهروب ما فيش حد يسمح بها. الهروب يعني هذا راهو يحقق انجاز لم يعرف. احنا ما في حد يعرف منهم ابدا. لابد من القضاء عليهم متى سنحت الفرصة بكل ما تستطيعوا. العمليات دائما بحسوا فيكم على الجانب، لكن كل موقع راه مهم جدا يمر قدامه، لا يسمح لحد يمر قدامه ابدا مهما كانت الظروف. وانتم ظروفكم جيدة، انجازاتكم ممتازة، فانا اريد هالجهد اللي درتوه وهالمكاسب اللي حصلتوهن لا تخسرون ابدا، ولا تسمحوا خسارة حتى جزء منها. فإذا يعني دائما التقدم مطلوب، وانا واثق جدا مع ان الرجال اللي نفذوا هذه المهمة في الاسبوعين اللي فاتن هم قادرين على ان يكملوا الجانب ويقضوا ما تبقى من المساحة اللي بينكم. ان شاء الله في وقت قريب نسمع عنكم انكم خلصتوا كل شيء وتحتفلوا بنصر الله اولا واخيرا، وتحتفلوا ايضا بجهدكم ونتيجة جهدكم اللي شاركتوا فيه. وربي ان شاء الله يعني يعاونكم ويزيدكم قوة يا اسود ليبيا. فانا سعيد جدا بالنتائج اللي وصلت لها، وان شاء الله لما اكلمكم مرة ثانية كنتم قد حققت كل شيء بإذن الله تعالى. شكرا لكم بصراحة. الله أكبر. الله أكبر. نسأل الله يحفظك ويبارك في عملك وعمرك يا فندم. الله يبارك فيكم.